السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. أنا مش عارفة الدنيا رايحة بينا على فين لما تجيبي مثلا شوية تسوية كده أو حاجات للبيت عادية خالص ويوصل معاكي السعر ل 700 جنيه. أنا والله العظيم 3 دفعة في الحبة دول كده، اقسم بالله 700 جنيه وكسور كمان. انا مش عارفه ال 700 جنيه اتصرفوا في ايه. كل شويه ابص في البوك بتاعي او في الشنطه بتاعتي الفلوس راحت فين. ال 700 جنيه خلصوا في ايه؟ لما تجيبي 3 كيلو طماطم وتجيبي 2 كيلو بطاطس وحزمتين خضار، ربطتين خضار وكيلو خيار ويعني وسلكه مثلا للمواعين، سلكه وجرجير وليمون و2 كيلو عنب و2 كيلو بلح و2 كيلو برتقال وكرنبة. وهنا في فرخة والله ب 300 جنيه، اقسم بالله فرخة ب 300 جنيه وكرنبة ب 50 جنيه، يبقى 350 جنيه. وخضار الواحدة ب10 جنيه، يعني هنا كده 360 جنيه. وعايز طبعا كيلو ونص طماطم والكيلو طماطم، يعني الطبخه هتوصل معاكي ل 400 جنيه بس، لمجرد ان انت نفسك في الفراخ انت وعيالك والمحشي. ده فرخه واحده بس ب 300 جنيه. والله فرخه اهي، عشان والله فرخه اهي، فرخه اهي والله، واحده بس ب 300 جنيه. انا مش عارفه الدنيا رايحه بينا على فين. طب الحمد لله، يعني الحمد لله احنا ميسرين الحال وقادرين نشتري وقادرين نسوق ونجيب حاجه البيت. يعني احنا مش جايبه مثلا حاجه كده لا سمح الله ملهاش لازمه مثلا او حاجه. 2 كيلو بطاطس بالمناسبه ده عشان العيال عيانين عندهم برد، حاجات زي كده ايه، عشان حبة البركة على ينسون على مش عارفة ايه كده، حاجات يعني عشان تسلك زورهم في الجو صعب الايام دي خالص، والولاد كلهم عندهم برد. يعني هنرجع لما رجعنا تاني، لما دول كده دول والله ما في غيرهم، والله العظيم 3 ما في غيرهم ب 700 جنيه، يعني ب 15 جنيه بس عيش. عيش 15 جنيه عيش، وب 15 جنيه برضو زيهم طعميه عشان الفطار بس. يعني ايه ال 700 جنيه راحوا فين؟ حد يعلمني. هم 700 جنيه دول اقسم بالله 700 جنيه دول كان من 5 او من 4 سنين اللي معاه 700 جنيه كده ما شاء الله امير في نفسه كده. حد يعرفني ال 700 جنيه راحوا فين؟ فين ال 700 جنيه؟ والله العظيم 3 700 جنيه على الصبح. انا نفسي اعرف ايه اللي حصل في الدنيا، ايه الغلا ده؟ طب احنا الحمد لله ميسرين الحال وقادرين مثلا نشتري فرخه في الاسبوع، والعيال نفسهم في كرومبه مثلا جبنا كده. الناس اللي على قد حالها ولسه هتشتري رز ولسه هتشتري بصل ولسه هتشتري طماطم، وده كله الناس هتروح او هتعمل في نفسها ايه؟ ارحمونا يا ناس شويه، ارحمونا، ربنا يرحمكم، ارحمونا وارحموا الناس الغلابه اللي عيشتها على قد حالها. يعني انا مش عارفه والله. يعني احنا مثلا انا ممكن استغنى عن دول، بس ليه الطماطم تكون ب 30 جنيه وبالشكل ده؟ ما لحقناش نفرح، والله ما لحقنا نفرح. الطماطم ب 30 جنيه وبالشكل ده، طماطم ب 30 جنيه رجعت تاني ليه؟ كانت ب 25 الاسبوع اللي فات، في ثانيه الا ثانيه كده ب 30 ودي ب 25. اهي بطاطس ب 25، الخيار ب 15، البلح ب15، العنب ب30. ده ب15 عشان العيال عندهم برد وعشان ايه يعني يعلي المناعه بتاعتهم شويه. الواحده ب10 جنيه. هنا طبعا ربطه بصل عشان البرد برضو وليمون، يعني الحاجات دي كلها كده ب50. انا هدي شويه ب50 جنيه. طب ايه الله يعني الناس على حالها يا رب، وعين كل واحد على اكل عيشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.